بسم الله والصلاة والسلام على حبيب رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ صباح فل، صباح قشطة. اليوم بادئ معانا من بدري. انا قمت كده جبت العيش وجيت لقيت طبقين في الحوض زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. قلت اغسلهم الاول قبل ما اجهز الفطار. كنت صحيت حماتي برضو، بصراحة بنتي بتنام معاه وهي اللي جت صحتني يعني، فعشان اروح اجيب العيش وكده. ونزلت بقى زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. غسلت الطبقين بغسلهم معاكم. ما تنسوش الاشتراك يا حبايبي وتشجعوني وتحطوا لايك وتشيروا الفيديو، ولو عجبكم مش تنسوا تعلقولي تعليقات حلوة زيكم كده عشان نكبر القناة ان شاء الله. وشاركوا كل روتينات اليوم بتاعتي، ولو في اي حاجة غلط في الفيديو او تعليق على اي حاجة اتمنى تكتبولي تشوفوا الفيديو للاخر عشان نكبر القناة كده يا حبايبي. ولو في طلب اطلبوه منا عادي، احنا زي اخوات زي بعض. دلوقتي كده انا بغسل في الاطباق وخلصت اهون شطف دولي. والله يا حبايبي الشغلانة البدرية منسية، يعني ما تقومي بدري كده بتنجزي، واليوم البدري كده كويس والله. في اليوم ده انا ما عملتش حاجة فوق عندي خالص في الشقة، يعني كان اليوم كله تحت. وهتشوفوا بقى بقية اليوم ان شاء الله ينول اعجابكم يا رب. دلوقتي انا بغسل اهون، وانا بغسل في المواعين كنت هما كانوا شوية صغيرين، بس انا سبتهم كده علشان اعرف اتكلم لان الفيديو بيجري بسرعة، فعشان اعرف اتكلم معاكم. دلوقتي انا غسلت اهون، وانا كنت اساسا مولعة الفطار جنبي بيتعمل، يعني ما كنتش بغسل مواعين بس. دلوقتي كده خلصت غسيل مواعين، وهتلاقوا الفطار ظاهر على الصينية دلوقتي. كنت عاملة فول ده انا عاملاه في البيت يا حبايبي، ان شاء الله هعمله معاكم عشان انا كده كده اساسا خلصت. عاملة فول، بس عاملة فول بالزيت والليمون. وعملت شاي وعملت جبنة على قوطة وخيار، وعملت بيض. وبنتي راحت جابت طعمية، ما اشتريتش طعمية، ما عملتش طعمية، انا اشتريناها والحمد لله. وبعد ما فطرنا وخلصت نزلت عرفت الحوايا البط يعني والفراخ. دي الفراخ البيضة دي عرفتها كده. اللي وصلت له في الفيديو والحتة دي اتمنى تحطوا اللايك والاشتراك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. عايزين نكمل شروط القناة يا حبايبي علشان نكملها. دلوقتي انا بعلف الفراخ وهخلصهم اهون وانزل بقى على تحت. نزلت تحت اهون، كان يوم يا حبايبي مش قادرة اقول لكم. ندمت ندم عمري وانا بولع، انا عما وصلت للحظة دي قعدت ساعتين وانا بولع. الجو كان بيندع، كان بشت بسيط، وبقى ايه زي ما تقول حاجة مستطرية اساسا، وكان لسه بدري. مت على ما ولعت الكانون وجبت السدريلا، حطيت فيها مية زي ما انتوا شايفين كده وولعت. ده كله علشان ايه؟ عشان انضف تحت يعني قال وما عكش الحتة فوق. قلت يا ريت ولعت المية وصمت فوق، او كنت خدت الكوشة وطلعت على السطح. بس بقى ايه، قلت اشجع حبايبي واتشجع معاكم ان انا يعني احط ان انا الكانون يعني وكده، وحاجة جديدة عليكم اهو في نور ربنا. الكانون ده يا حبايبي والصاجة حد جايبنهالي يعني. دي انا اللي كنت بشوفها السمك دي، حد بنيهالي. امال الكانون انا اللي بنياه كده. قعدت احمي زي ما انتوا شايفين. لو الفيديو طويل ده مش طويل، ده انتوا لو شفتوا الكواليس قبلها كنت ضحكتوا عليا. وقعدت احط واجيب اكياس وعيالة مشغلاهم جنبي يلمولي ورق وانفخ. بصوا اتنفخت في الحتة دي. كان زمان خلصت التنظيف من زمان اساسا، لو مش التوليع اخد مني وقت. يلا الحمد لله.
زي ما انتوا شايفين كده، وقعدت اعمل كأني بولع فحم. في الوقت ده كان زماني نضفت 20 بطة، بس الحمد لله. وكده هو انا قمت دبحت يعني مش دبحته كله مرة واحدة، 3 ب3 كده. وبعدين انا بصمت زي ما انتوا شايفين كده. والبط يا حبايبي غير الفراخ، البط يا حبايبي غير الفراخ. البط لازم تكون المية سخنة بتغلي، علشان الريش بتاعه جامد، عشان مش يتعبكم في التنظيف يعني. وبصمت زي ما انتوا شايفين كده، وايديا في الكانون برضو خايفة لا يطفي. اصلكوا يا حبايبي مش شفتوا اللي حصل لي؟ لو شفتوه يلا الحمد لله. واليوم عدى وكان زي الفل وكل حاجة كده. هو بصمتها وبصمتها جامد، يعني بقلبها من الجنب ده ومن الجنب ده. وبرضك لو وانتوا بتنضفوا فيها حاجة لقيتوا حتة جامدة ولا كده، رجعوها على النار تاني، رجعوها على المية تاني. بصمت كده زي ما انتوا شايفين. اتمنى يا حبايبي تحطوا تضغطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع حبايبكم. احنا بيكم وليكم، وان شاء الله ينول اعجابكم عشان نحقق شروط القناة واشارك معاكم يوم بيومي، يوم فلاحي اصيل. معنا احنا ما عندناش مواشي ولا كده، بس عندنا بيتنا يعني بيت، كان بيت عيلة وكده. وبعد كده يا حبايبي بعد ما خلصت تصميم هقعد انضف معاكم زي ما انتوا شايفين كده. والبط بتنضف بسرعة وهو سخن، او اي حاجة عمومة يعني كده. ايه هنضف سريع سريع كده، بس انا مش عارفة كنت بعمل ايه في الوقت ده. المهم يعني ان البط قدامنا، ايوه زي ما انتوا شايفين. وبرضو البط كل ما يبقى كاسر يعني كبير يعني ناشف بمعنى صح، ما يبقاش فيه الريش الصغير ده ولا يبقى فيه حاجة كده. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي هنضف. اللي وصل للحظة دي من الفيديو يدعي لابني بالشفاء. وانا في الفيديو ده وانا بعمل اكل هتشوفوا دلوقتي الكاميرا فصلت. هو جه تعب يعني، وعنده حساسية على صدره وفضل يكح جامد. فصلت بقى وما كملتش معاكم الفيديو، ولا انا بعمل الرز ولا وانا بحط الاكل على الصينية ولا كده. والله حتى حماتي انا حطيت الاكل، انا بعد ما عملت له الجلسة وجيت حطيت الاكل، وحماتي هي اللي عملت الشاي. ربنا يبارك في عمرها وفي عمر الحموات اجمعين يا رب. اللي عندها حما يا حبايبي تحطها في عينها، حتى لو هي بتعملها وحش معلش، اعتبرها مامتك. هو انتوا مامتك مش بتشكلوا في البيت يعني قبل ما تتجوزي؟ معلش كله بعد. ودعوة الحما في السما يا حبايبي، والله دعوة الحما في السما ودعوة الأم في الكم. ربنا يخلينا حمواتنا وأمهاتنا دول. مش مفروض ان هي تتقلع حما، المفروض تتقلع ماما التانية. بس انا ما بقولهاش يا حماتي ولا يا ماما، انا بقولها يا نينا، علشان هي تبقى مرات عم بابا. يعني انا واخدة ابن عم بابا يا جماعة، يعني جوزي يبقى ابن عمي. جوزي يبقى عمي، ابن عم بابايا، بس طبعا نجوز لبعض شرع وكده. فانا بقول لها يا نينا، ما بقولش يا ماما ولا بقول يا طنط ولا يا حماتي ولا الحاجات دي، بقول يا نينا. فربنا يخليها لنا ويطول في عمرها كده يا رب، ويبارك فيها ويديها الصحة هي وامي، ويبارك في امي ويشفيها، ويبارك في امهاتنا وحمواتنا جميعا يا رب. ويوم يا حبايبي حلو، ويوم لأ، وهي الدنيا بتعدي مفيش حد خالي. مثلا البطن بتتعارك جوه يا حبايبي، ربنا يخليهم لنا. واللي هنعمله هيقعد لنا في عيالنا وفي بناتنا وفي ولادنا. ازاي في بناتنا وولادنا؟ يعني في بناتنا ربنا يبعت لهم حموات حلوة وحنينة عليهم زي ما احنا كنا حنينين على حماتنا. وفي ولادنا ربنا يبعت لنا بنات حلال يبقوا حنينين علينا زي ما احنا عملنا. وفي امهاتنا ربنا يبعت لهم مراتات مراتات ابن يعملوا اللي احنا بنعمله. وربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا يا رب. ما بقعدش الا السيرة الحلوة يا حبايبي. انا جوزي ولد وحيد على 4 بنات، على 5 بنات، ولد وحيد على 5 بنات.
انا قاعدة مع حماتي والحمد لله انا داخلة يعني انا كان في بنتين كبار هما اللي متجوزين والتلاتة التانيين لا اتجوزت واحدة بعد بشهر وواحدة بعد بسنتين وواحدة بعد ما انا اتجوزت ب7 سنين او 8 سنين 7 سنين والحمد لله ربنا يسعدهم ويسعدنا ويبارك فيهم ويخليهم لولادنا ويخليهم لولادهم ويخلينا لولادنا يا رب ويحفظ ولادنا من كل شر يا حبايبي. دلوقتي انا زي ما انتوا شايفين كده البطة الاولانية دي كان فيها حتة مش متصمتة كويس عملت دولي قلت يعني بدل ما اسيب دي تبرد وارجع افتح النار تاني لا اما اعمل دي بالمرة وبعمل فيها زي ما انتوا شايفين اهون. اهم حاجة يا حبايبي النظافة في الطيور يعني انا بنضف وبنقع وبعمل كل حاجة بطلع الفراخ او البط بس تفك واشطف شطفة خارجية بس يعني ما بطلعش بكون مديها حقها في كل حاجة مش مشكلة بس الحاجة لما بتتحفظ نظيفة بتطلع نظيفة.
عفوا قفلت عشان الصلاة. وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي بقولكوا البط ده مكلف شيء وشويات. بصوا اكل كل حاجة نفسه فيها. بادي يا حبايبي وخلطة وردة ودشة وعيش ورجيع اللي هو السرس، ومكلفين عليه فما تقولوش ارمي منه حاجة حرام. وبعدين الحاجة بتتاكل يا حبايبي خلاص. كده بنضف الرسوان، كانت البطة حامية على ايديا سخنة يعني فسبتها. وبنضف الراس اهون زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلتلكوا اهم حاجة في الطيور النظافة يا حبايبي. النظافة، لا تشم لطيرك ريحة زفارة ولا حاجة، يتاكل ني كده تحب تاكلي ني. وهو كده زي ما انتوا شايفين اللي وصل الفيديو من الحتة دي يا حبايبي حطوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس، واتمنى تدعموني. وكل ده لي دعوة بظهر الغيب كده يا رب، دعوة حلوة زيكم كده يا حبايبي. ولكم بالمثل يا حبايبي، اللي بيعمل حاجة حلوة بتقعد له، واللي بيدعي دعوة حلوة بتقعد له، كل حاجة حلوة بتعمليها بتقعد لي. بس كل اللي يشوف الفيديو ده اتمنى يدعي لابني بالشفاء، ربنا يشفيه ويخليهولنا يا رب، اللهم امين. ويخلي لكم ولادكم يا حبايبي، ويشفي لكم كل مريض، ومش يوجع قلبكم على عزيز لكم ابدا يا رب. وخلي لكم جوازكم وبيتكم يا حبايبي. الست في بيتها مش قادرة اقول لكم ملكة، تنامي براحتك تومي براحتك. ربنا يخلي لنا بيوتنا ما يحرمنا منها ابدا يا رب. زي ما انتوا شايفين كده بنضف. نضفي يا اختي نضفي الشطورة يا اختي. ايوه شفتوا يا حبايبي النظافة، شفتوا الشطارة يا حبايبي. شفتوا انا بنت عسولة ازاي يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده. ايوه يا اختي شاطرة شاطرة. ايوه. دي انا راس البط ده انا جريت وراه جري يا حبايبي، مش كان عايز يتذبح، عايز يعيش معانا العمر كله. طبعا احنا دلوقتي الحاجات اللي عندنا اللي عايزة ذبحان بنذبحها وبنعمل كده قبل رمضان. علشان ايه يا حبايبي؟ عشان نفضل العبادة. انا كنت هتعمل اكل، انا مش في التخزين ده، مش عندي تخزين حاجة رمضان زي ما قلتلكوا في فيديو المشتريات. انا مش عارفة، مش عايزة اقولكوا اسبوع ولا شهر هي عندي. ووقت ما بتخلص بنروح نجيب. زي ما قلتلكوا احنا مش عندنا ماشيين بمحدود ولا بكده. ربنا يرزق جوزي من حيث لا يحتسب يا رب، يرزقه رزق حلال مبارك طيب كده يا رب. وما يدخلش علينا وحش خالص يا رب، ولا يدخل علينا جنيه حرام يا رب، اللهم امين. اهم حاجة في الصلاح الاولاد يا حبايبي رزق حلال طيب، عيشة مباركة، عيشة زي يعني عيشة بسيطة، يعني مش اللي احنا قادرين عليه طبعا، مش نحرمهم ولا حاجة، اللي احنا قادرين عليه وربنا يبعت رزقهم يا رب. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت البطتين الاولانيين وبعمل بطة تالتة. وبعد كده بقى يعني ايوه زي ما انتوا شايفين كده نضفت فيها شوية بس بقت اتقصت. انا لسه مبتدئة في المونتاج يا حبايبي. يعني لو الفيديو طويل بصوا انا قعدت اقصر فيه، خفت لامسح الفيديو والله. شفتوا دي بطة سودا بقى، الاسود اللي بيقرفنا في التنظيف هتشوفوه معايا بنت شطورة. بس انا جرتها اتلسعت مني شوية، مش عارفة اقولكوا ازاي بلغتنا، بس انا بقولكوا اتلسعت مني شوية في المية. كانت قعدت اشكر في نفسي اهو. شفتوا بقى انا ما برضوك زي ما في حلو في وحش. احنا مش العيب مش من عندنا، العيب المية اللي كانت سخنة. ولا ايه يا حبايبي؟ زي ما انتوا شايفين كده. ايوه بس برضو بنت شطورة وعسولة. شفتوا؟ ربنا يخلي لنا بيوتنا يا رب وما يحرمنا منهم ابدا. وزي ما قلتلكوا يا حبايبي احنا مش عندنا تخزين لرمضان ولا تخزين لحاجة، احنا بين الحاجات الموجودة بنحطها في الفريزر، تاكل قبل رمضان تاكل في رمضان. رمضان بيجي بخيره يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية بخير وبصحة يا رب. كل وقت بيجي برزقه.
زي ما انتوا شايفين. شوفوا يا حبايبي بقى، طبعا انا خفت افتح معاكم تقولوا لي يع ومش يع والحاجات ده، ففتحت انا بقى مع نفسي وكملت تنظيف مع نفسي. شفتوا يا حبايبي البط بينور ازاي معانا ان هو لسه ما اتشطفش الشطفة الاخيرة ولا اتنقع. هتشوفوه هو بيتنقع وبيتشطف الشطفة الاخيرة. وادي الكبات حطيتها في طبق لوحدها، وده الكانون بقولكوا هو اللي غلبني وطفحني. طلعت فوق شطفت الشطفة الاخيرة وعصرت ليمون. اهم حاجة النظافة يا حبايبي انا ما بحطش خل للطيور يا حبايبي ولا اي حاجة خالص، يعني ولا بط ولا فراخ ولا حاجة. ممكن مثلا لو انا شارية حاجة من بره وشقة في امرها وانا واقفة اشطف بيه بس، انما انقع لا. زي ما انتوا شايفين كده حطيت ملح وليمون وايه ظبطت الدنيا كده. شفتوا انا بنت شطوره وعسوله ازاي. شفتوا البط يتاكل حافي ازاي. هعمل لكم بقى حته الطبق ده ما فيش واحده تقولي مامتها مش عملته زمان. عيله قعدوا ورايا يا ماما عايزين ناكل يا ماما عايزين ناكل. هعمل لكم ايه. فرحت بقى مقطعه كبده من اللي انا عاملاها وحطها في الطبق زي ما انتوا شايفين كده تحت. كان البط في بيض عملته هون وعملت كوبايتين شاي. كل واحد اخد سندوتش تصبيرة على ما اعمل الغدا، ومشيته مع الدرس ودخلت جري اعمل الغدا يا حبايبي. كنتش اعرف ان التصوير باخد الوقت ده كله، بس يلا الواحد بيشارك حاجة بيحبها. ادعوا لي يا جماعة صوتي يتعدل، وادعوا لابني بالشفاء ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل مريض. زي ما انتوا شايفين كده. الفيديو ده انا جيت اقص مش وريتكم وانا بشلوح، لا جيت اقص حطيت مقطع غير المقطع. الماما دي كانت معايا لحمة راس وشلوحتها حطيت عليها بصل. انا بعملها بقطعها صغير واحط لها بصل. طبعا عيالي ما باكلوش ده. رحت عامله ايه، كان عندي حتة لحمة مفرومة طلعتها وتبلتها. حطيتها يا حبايبي فلفل اسود وكمون وسبع بهارات وملح، ورحت جايب من غير اي حاجة ولا بصل ولا اي حاجة. ورحت مديها فرم في الكبة، بس طبعا التصوير في الحتة دي. ورحت مصبعاها ومكوراها عملت كور وصوابع. شايفين كده كانت حتة صغيرة بس عشان عيالي ما يتغلطوش على اكل. وطبعا يا حبايبي ربنا يخليهم احنا بنعمل لهم يعني لازم مش اعمل اي حاجة عيالي مش ياكلوها، لا لازم ياكلوه. لا يا حبايبي كل نفس ما تاكلش اللي على يعني كل واحد ما ياكلش اللي نفسه فيه. انا ما اقدرش اكل حاجه ما احبهاش يبقى ما اعملش لعيالي حاجه مش بيحبوها. زي ما انتوا شايفين كده حمرتها. بص الفيديو في الحته دي حط لي لايك واشتراك يا حبايبي. فعلوا القناه يا حبايبي كده خلينا نكبر ليكم وبيكم يا حبايبي. ربنا يخليكم يا رب وما يوريكوش حاجه وحشه في عيالكم ولا في حياتكم يا رب. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي بحمر وايدي فيها اللي تتحمر غالبا بحب احمرها كلها من جميع الجوانب زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. شفتوا بس الفيديو في الحته دي حط اللايك واشتراك في القناه واكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم. كده هطلعها في طبق. والزيت ده انا هنقص منه حبه بس مش هتيجي في الفيديو. اهو نقصت منه حبه وجبت البصله افتحها على ايديا بسرعه بسرعه بقى مش معايا وقت. ابني كان تعبان في الحته دي يعني ايه بحاول اختصر الوقت. حتى هتشوفوه جاي بيزن جنبي ايده كانت جنبي هنا بس مش عارفه هتبان في الفيديو ولا ايه. قطعت البصل كنت بفرم في الطماطم. وهنا لحمه الراس زي ما قلت لكم قطعتها حتت صغيره وغسلتها كويس بملح وليمون. ورحت بقى ايه شطفاها ومنزلاها في الحله. خليت الحله سخنه بس الحته ده مسحت مني وانا بمنتج يا حبايبي. مش بقولكوا لسه جدا في المونتاج. خليت الحله سخنه ورحت نازله بقى عليها شلوحتها شلوحتين وقطعت فوقها بصلتين كبير جوانح وحطيت البهارات الحصى وكده. ودين البصله هنا قطعتها وسبتها تتحمر كده. ورحت حاطه فص توم انا شفت ايده صغير فص توم وحطيت بطاطس عشان يسكت يا حبايبي جبته جنبي. وبرضه مكانش سيدي حطيت بهارات وهشوح
كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. هجيب الطماطم ابلاها فوق دلوقتي بس لما اشوح البطاطس مع البصلة كويس. انا بحب الحتة دي حتى لو بعمل بطاطس طبيخ بس بحب كده برضو. دلقت على الطماطم. طبيخ اصيل يا حبايبي بتاع زمان زي ما انتوا شايفين كده. وهنا الاسباتيلا. ادعوا لي الاقي الاسباتيلا، ادعوا لي الاقي المعالق السلوكن بتاعتي يا جماعه. عيالي بياخدوهم يلعبوا بيهم ومش بلاقيهم. ايوه اللحمه وريتها لكم دي كده زي اللحمه ببصل يا حبايبي بس دي لحمه رز. وهحط لها شويه تقليه عشان دي مش هتبان في الفيديو. وكده حطيت البهارات بس زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب بقى كده. اسقط الكفته زي كفته داود باشا، كفته بتقليه زي ما تحبوا تسموها سموها، مش وصفه معينه. حطيت شويه ميه واغطي عليها كده زي ما انتوا شايفين.